جمهور الشرطة اكو فد موضوع حتى تعرفوه. حقيقة انا صار لي تقريبا 5 ايام او 6 ايام اتمرن مع الفريق بدون توقيع عقد وبدون اي اتفاقية مع النادي، بس كاحتراما وتقديرا جمهور النادي، جمهور نادي الشرطة، والكلمة اللي انطيتها نادي الشرطة اللي قلت بيها انا ما اوقع غير نادي الشرطة. زين، احترمت الكلمة مالتي والتحقت بالفريق وتمرنت حوالي 4 ايام او 5 ايام مع الفريق. كل شروط ما عندي مع النادي شروط تعجيزية. انا استغرب انهم نزلوا تصريح النادي، اشكرهم على هذا التصريح، طبعا جدا تصريح محترم جدا، يعني ما اساءوا به القرار. وفوق كل هذا يقول لك انه احنا بشهادة كابتن غني شهد. حتى تعرفون طلبت من النادي انه حتى لو ينطون 10% من العقد، من قيمة العقد، لا طلبت 40% من العقد ولا طلبت مبلغ مغري. زين، حتى قلت لهم اوقع حالي حال اي لاعب عندكم من اللاعبين الكبار، ووقعت اقل من اللاعبين اللي عندهم، شروطي اللي كانت بالعقد، شروطي ذكروا بالعقد انه اداء الفريق اذا ما قدم اداء وما قدم الفريق نتيجة يتعاقب اللاعب. قلت لا، انا هذا ما اقبل بها، انا ما اقبل. زين، انت يعني فوق ما انا العب، فوق ما نتعب، تجي مثلا سوء النتائج او سوء الامور الفنية تجي تعاقب على اي اساس؟ هذا الموضوع قلت له انا ما اقبل به. الموضوع الثاني قلت له اني ما اقبل تخلي لي بند بالعقد نهاية الموسم، تخليه قبل ينتهي الموسم. فقالوا ليش كل العقود هيك؟ قلت له انت العام 30% من عقدي ما انطيتني اياها. زين، هسه هو اللي دا يذكر يقول العام عقدك كامل اخذته قرار، انا ما اخذت عقدي كامل. زين، 75 مليون بقل ما اخذناها، هذه هم راحت. حاليا بالوضع الحالي كلمت الاداره وتكلمت ويا كابتن غني شهد، قلت له مو بس اني، كل اللاعبين، زين، احنا نريد فد مبلغ بسيط حتى واحد ينطي لعائلته. هسه احنا مو مليارديريه، بس الحمد لله والشكر الحال مستور، وعندنا شيء اللي عايشين به. بس هذا حق اخي، هاي حق، هاي حقوق. انا ما دام دا اتعب لك بالشمس واركض واتمرن، هذا حق واستحقاق. زين، انت تريدني اتمرن معسكر داخلي ببغداد، وتريد توديني معسكر بمصر، زين، وبعدها التحق بالبطوله بقطر نلعب، وبعدها وين نرجع للعراق. اذا اكو دوري نلعب الدوري بعدين تعطونا دفعاتنا. هذا مو منطق هذا. يعني قلت له مو انا بس مو احكي عن نفسي، احكي عن اللاعبين. كل احنا عندنا عوائل، كل احنا عندنا اولاد، اريد نصرف، اريد ناكل، اريد نعطي فلوس لاهلنا. فانت ما اريد اقول لك اعطيني 40% ولا 30 ولا 20. حتى كابتن غني شهد، وقبل ساعه كنا قاعدين انا وكابتن غني شهد بالغرفه، وقدم طلب انه للنادي حتى لو 10% من العقود. ما معقول الفريق يروح بدون فلوس يروح يلعب بطوله. هسه دافع معنوي، دافع نفسي، زين، للاعبين. يا اخي انا ارجو المعذره، اخاف ما ارد عليكم على التعليقات، بس حتى تعرفون شنو اللي صاير. اتحدى لاعب يتدرب مع فريقه بدون ما يوقع. هو من يحكي للولاء، من يقول ولاء شرطه، انا مو شرطاوي، ولا مثلا انا ابن النادي، ولا انا ترعرعت من شباب النادي، انا من النجف وترعرعت شباب نادي النجف. بس النادي حبيته وحبيت جمهوره، وبالعكس اكون ابن النادي 3 مواسم، الموسم الثالث ويا النادي. ارد افهم الولاء للنادي من تجي تتمرن ويا النادي بدون توقيع. هذا الولاء للنادي. من اني ما افكر اتعرض للاصابه، لان اذا انصاب بالتمارين وانا ما موقع عقد يقولون روح لاهلك اقعد بالبيت. هذا الولاء. فاللي تحكون عنه سيد تحسين اللي طالع بالفرات يتكلم كابتن كرار الا 40%، لا حبيبي، هذا الكلام مو صحيح. وكابتن غني موجود، وما طلبت 40%، طلبت قلت له حتى لو مبلغ بسيط تنطونا اياه. انا قلت له واحد من الناس محتاج، ماكو واحد محتاج، احنا وضع كورونا اذانا.
كل شخص، كلكم انتم، حتى انتم الجمهور المتابعين، كلكم مريت بظروف. زين، انت هسه ترتبط وياي بعمل بعقد، غير تنطيني اجر عليه حتى انا اشتغل. فانت تريد تاخذني معسكر، تريد تاخذني بطوله، ومن ترجع اذا ماكو دوري تقول لي روح اقعد بالبيت. فحبيت اوضح للناس التصريح اللي نزلوه النادي مو صحيح. ما اذكر دكتور عدي الرجل تكلم وقال لي انت اللي تحتاج فلوس انا ابيع لك سيارتك. قلت له لا حبيبي ما محتاج، يعني الحمد لله والشكر، الله مكفيني سبحانه وتعالى والحمد لله والشكر. بس هذا حقي اخي، هذا حقي. انا هسه رحت لعبت مباراه وانصابيت. انا العام شهر ونص بقطر اسوي علاج الرجلي، ما حد اتصل علي من النادي، ولا اجى واحد قال لي هاي فلوس العلاج مالتك. وبالعقد مذكور، زين، وبالعقد مذكور انه اللاعب اللي انصاب النادي اللي يعالجه. انا هسه جاي اتكلم لان الحكي والتصريح مال النادي اللي نزلوه، اللي نزله هو ماهر حسان، ما اعرف منو، هذا الحكي مو صحيح، هذا الحكي يأذي. شلون تخليني خاطر ارجع لك بعد اني؟ اذا انت بتصريح واحد تكذب. انا قبل ساعه ملتقي بيك وقاعد وياك قبل ساعه، وقلت لك انت حتى لو 10% والمدرب طلب من عندكم، وتجي تقول انت طالب 40%. اسف على العصبيه ويعني يعني على الكلام وشي، بس حقيقه يعني موضوع يأذي. يعني انا قلت لك نجيب لي لاعب هو اللي عنده ولاء النادي، اللي هو ابن النادي يتدرب وهو ما موقع عقد. زين، فتحياتي للجمهور، تحياتنا لجماهيرنا كلها، وحتى الناس تعرف بالعكس انا ما عندي كل مشكله ويا النادي واخوتي واصدقائي، بس هذا صيغه العقد، هذا حال كره القدم. زين، انت بعد كم يوم تاخذني معسكر، تاخذني بطوله، انصابت، تقول لي يا اخي روح اقعد ببيتك. زين، واسف على الاطاله، بس انا حبيت يعني اوضح للجماهير هذا الموضوع، وانا جدا اسف واعتذر، وتصبحون على خير.